النهاردة هنتكلم عن شخص كلمة دموي دي كلمة قليلة عليه. بيكره الإسلام والمسلمين جدا. قتل أكتر من 2 مليون مسلم، احتل العالم كله بجيشه وما كانش بيهاب حد، وكمان كان السبب في إنهاء الخلافة العباسية. والشخص ده يبقى هولاكو حفيد جنكيز خان، ولما كان بيموت على فكرة كان بيعوي زي الكلاب. وهل لما مات مسلم ولا لأ؟ ويا ترى إيه حكايته أصلا؟ الاول انزل اعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان القناه تكبر بيكم وبدعمكم، وما تنساش الصلاه على النبي. ويلا نشوف ايه الحكايه. الاول مين هولاكو اللي احنا عاملين عليه فيديو ده اسمه هولاكو خان حفيد جنكيز خان، وده يبقى حاكم مغولي مواليد 1217. امه ومراته كانوا مسيحيين وكان لهم تأثير كبير جدا في حياته. وعلى فكرة امه السبب الاساسي بسبب كرهه الشديد جدا ده للمسلمين، ومن بعدها مراته على طول. طبعا ده خلاه سفاح للمسلمين بسبب كرهه ليهم، وعمل اكتر من مجزرة بشرية. وفي سنة 1255 قرر منوكو خان ان هو ينفذ وصية جده جنكيز خان، وهو ان المغول يغزو العالم كله. وعمل خطة وقسم الجيش نصين. مجموعة اخوه قابلي كان قائدهم وراحت ناحية الصين، والتانية كانت بقيادة اخوه الصغير هولاكو، ووقتها كان عنده 36 سنة، وكان قائد جيش عدده 250 ألف جندي، وراح ناحية العالم الإسلامي. وكان شعاره بأوامر من أخوه الكبير: حارب كل من يتحداك ورحب بكل من يرحب بك. المهم هولاكو الجيش بتاعه بقى مستعد ان هو يدخل اي حرب، فبدأ فعلا ان هو يدخل ايران بالتحديد عند قلعة الموت، ودي اللي كان فيها جماعة الحشاشين، ودول كنا عاملين فيديو عنهم بالتفاصيل. هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن تحت اللي حابب يشوفه. المهم الجيش بدأ ان هو يحاصر القلعة من كل مكان، وبدأ فعلا بقى في حروب كتير جدا لان الحشاشين بيدافعوا عن نفسهم. بس طبعا جيش هولاكو اقوى واكبر بكتير، فخلصوا منهم كلهم. ومن بعدها الطريق بقى سهل ليه وهو رايح بغداد، وبغداد وقتها كانت عاصمة الخلافة العباسية في الوقت ده. فعمل هولاكو مع بعض مستشارين الحروب اجتماع، وده كان اهم اجتماع لان هو كان بيدرس قرار دخول بغداد. ووقتها الخلافة العباسية كانت ضعيفة، والخليفة العباسي المستعصم بالله كان مشهور بالضعف وانه ما يعرفش حاجة عن امور الحرب، وده كان سبب اساسي لهجوم المغول عليهم. ده من غباء اصلا سلم الدولة للاعداء من غير ما يحس، خلى عدد الجيش من 100 الف جندي ل 10,000 جندي، وما كانش مهتم بالجيش خالص. وفي سببين اساسيين استفزوا هولاكو وخلاه يرتكب اكبر مجزرة في التاريخ. السبب الاول ان لما هولاكو بعت رسالة للمستعصم بالله بيطلب منه ان هو يساعده بجيشه في حربه ضد الطائفة الاسماعيلية، وقتها رفض المستعصم بالله. والسبب التاني ان بعد حروبه في ايران طلب من المستعصم بالله ان هو يستسلم ويدخل البلد من غير اي حرب ولا اي حاجة، عشان كل حاجة تفضل زي ما هي ويبقى تحت طاعة المغول. وقتها رفض المستعصم بالله برضه للمرة التانية. لما رفضش وبس، ده قرر كمان ان هو يقاومه. مش عارف كان عقله فين لما كان بيفكر كده اصلا، وهو عارف ان دولته في اضعف حالتها. وبدأ هولاكو الهجوم على بغداد، وقسم الجيش لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى قلب الجيش وكان قائدها هولاكو، وانضم ليه بعض الفرق من التتار عشان تساعده، وهو مش محتاج مساعدة أصلا، بس الاحتياط واجب برضه. والمجموعة التانية كانت الجناح الشمال، ودول اتجهوا جنوب بغداد عشان عددهم الحقيقي ما يبانش. والمجموعة التالتة وكانوا في الأناضول شمال تركيا حاليا، ودول حصروا وجهة الشمال والغرب، وبكده بقوا محاصرين بغداد من كل مكان ويقتحم المغول بغداد. ووقتها بغداد كانت عاصمة الحضارة في العالم، لأن كان موجود فيها مكتبة ضخمة جدا بتضم كتب كأنها كنز بالظبط. وبدأ المغول في الهجوم سنة 1258 وعملوا مجازر مات فيها حوالي مليون مسلم. انتوا متخيلين العدد قد ايه؟ لدرجة ان الجماجم كانت بتتحط وكأنها هرم، ودمروا كل حاجة حواليهم حتى المساجد، ورموا الكتب اللي في مكتبة بغداد الكبيرة في نهر الفرات. ويقال ان مية النهر بقى لونها اسود من كتر الحبر اللي في الكتب. وباقي انهار بغداد كانت عبارة عن دم وبس. وبعد كل ده راح هولاكو على قصر المستعصم واخد كل مجوهراته وامر ان هو ياكلها، لانه ما بناش جيش يدافع عن بلاده. ومات المستعصم مخنوق بسبب مجوهراته. وباقي القادة العباسيين اخد رؤوسهم وعلقها على مدخل مدينته، وبكده انتهى الخلافة العباسية. وبعد ما عم هولاكو بقى خلص هجومه على بغداد، قرر ان هو يتجه ناحية بلاد الشام وسيطر على حلب وحمص ودمشق. وبكده ما بقاش فيه قدام المغول غير مصر اللي كانت تحت حكم سيف الدين قطز. فبعت ليه هولاكو رسالة بيطلب منه انه يستسلم ويخضع لحكم المغول، بس قطز رفض وقبل التحدي. حد يعرف ان ام الدنيا برضه يا جدعان. وقطز ما استناش ان هو يجيله وراح طالع بجيش كبير جدا. ووقتها قطز البطل بقى اللي هو يوقف المغول اللي قتلوا الملايين، وهزموا المغول في معركة عين جالوت.
وطرد المغول من الأماكن اللي احتلوها كمان. نروح بقى لسؤال، هولاكو أسلم ولا لأ؟ هولاكو بعد الهزيمة دي حب إن هو يستعيد أمجاده ويستعيد هيبته من تاني، فطلب من أتباعه اللي هم موجودين في أوروبا إن هم يساعدوه، بس هم رفضوا. والمغول وقتها بدأ يضعف عشان بسبب انقسامهم وتشتتهم عشان خاطر الحكم. وجه كمان ابن عمه واتحالف مع الظاهر بيبرس عشان يحارب هولاكو. وجزء من المغول بعد ما كانوا العدو الأول بقى في صفوف المسلمين واعترفوا بالإسلام، ومن بعدها استقر هولاكو في بلاد فارس لأنه كان بيحب الحضارة الفارسية، فقرب ليه علماء فارس ومنهم واحد كان معاه وقت غزو بغداد. ويقال إن هو اللي أقنعه يسلم لما لقي إن هو عاوز يتجوز أميرة مسلمة ومش هيقدر يعمل كده غير لو أسلم، فنطق الشهادتين. بس يقال إن هو أسلم على لسانه بس مش أكتر. وفي سنة 1265 مات هولاكو بسبب مرض محدش يعرفه، ويقال إنه ممكن يكون اتصاب بالصرع بسبب خسارته اللي ورا بعض في الحروب لدرجة إنه بقى بيعوي زي الكلاب. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ولو وصلت لحد هنا ما تبخلش عليا بالدعم عشان القناة تكبر وتظهر بيكم. وكان معكم حسن الخولي.